مطعم إيراني صاير الترند وزحمة عليه، مطعم أبشار يا جماعة بأبو الحصاني، من أقوى مطاعم الإيراني اللي بتمر عليكم. اكتب لكم جميع أسامي الأطباق يا جماعة بالكابشن. بس تعالوا معاي إلى رحلة إيرانية مشهدية بامتياز. الأكل راهي لذيذ خنين يا جماعة، ريحة إيران ومشهد بمكان واحد. المطعم تبارك الرحمن من الزحمة الخيالية اللي كانت موجودة يا جماعة، تخيلوا إن الموضوع كالآتي، فل داخل وبرا. بس أقول لكم شغلة، أجواء إيران بالضبط من كل النواحي. والدليل تدرون ليش طلع عندنا شيء أجواء إيرانية؟ شوفوا أنتوا، مشروبات غازية إيرانية، حتى الدوغ الإيراني موجود. وفوق كل هذا يا جماعة، المطعم بإدارة الإيراني شيف علي، فأكل إيراني أصلي 100%. طبعا راويتكم الأطباق الرئيسية كانوا خرافيين، بتروسين زرشك يا جماعة والحكوكة الإيرانية، وطبعا علبة المشاوي. صاحبي ساسرني وقال لي هذا أقوى كباب جربته بالكويت كلها، وللأمانة ما يبالغ إنه كان خطير الصراحة. ترى كل اللحوم ذبح الكويت، الدياي المتحدة يا جماعة، وآخر شيء شويها مع الخامة والفالودة والآيس كريم الإيراني. قاعد عجيبة. في توصيل للأمانة، بس يا جماعة الحالات داين إن، بس نصيحة حاولوا تحجزون إذا في مجال، لأنه أوفر زحمة ما شاء الله.